سادتي سيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإرثية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، نستهلها كالعادة بالعناوين. المدارس المرتقية للمرحلة الثانوية تحل المشاكل الطلابية والأسرية. تنظيم سيمينار تعليمي في مديرية صنعاء. أعضاء الجبهة بفرع شمال ألمانيا يقيمون أنشطتهم. بوتين يقول إنه يريد تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين. إيران تجري مناورات بحرية وجوية وبرية مشتركة في الخليج. وطائرة عسكرية أمريكية تتجنب بصعوبة الاصطدام بمقاتلة صينية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. في إطار الجهود الحثيثة المبذولة للرقي بالتعليم الأكاديمي، ساهمت المدارس المرتقية إلى المرحلة الثانوية في مديريتي قندع وفرع في حل المشاكل الطلابية والأسرية. وذكر مسؤول التعليم في مديرية قندع الأستاذ جبريل سوس ملس أن المدارس التي ارتقت إلى المرحلة المتوسطة بلغت في المديرية 18 مدرسة، وساهمت في حل المشاكل وفتحت فرصا واسعة لمواصلة الطالبات دراستهن. وقال الأستاذ جبريل سوس: رغم إساحة فرص واسعة لمواصلة طلاب مناطق شباح ودماس وعتشوما ودنقل تحتاي ومحابار يواصلون تعليمهم الثانوي في مدرسة دكم حر الداخلية، إلا أنهم لا يستفيدون من تلك الفرص جيدا. لذلك أقيمت لجنة على مستوى المديرية للقيام بتوعيات مكثفة في أوساط الأسر والطلاب في تلك المناطق. في غضون ذلك أوضح مدير مدرسة دنان للابتدائية والمتوسطة الأستاذ آدم أحمد أن المدرسة التي بدأت الخدمة قبل 20 عاما في البيوت التقليدية انتقلت في العام 2019 إلى مبنى حديث، بينما ارتقت خلال هذه السنة إلى المرحلة المتوسطة، مما ساعد ذلك إلى ارتفاع نسبة المشاركة الطلابية إلى 30%. وأشار إلى الآباء الأغنياء كانوا يبعثون أبنائهم إلى فروع عد قيح ودكم حر، بينما المحتاجين والأثناء يجبرون لمقاطعة التعليم في المرحلة الابتدائية، إلا أن هذا وجد حلا جذريا في الوقت الحاضر. وناشد الآباء في الآراء التي أدلوا بها ارتقاء المدرسة إلى المرحلة الثانوية وبناء فصول دراسية إضافية من أجل الاستفادة الجيدة من فرص التعليم المتاحة. نظم مكتب التعليم في مديرية صنعاء سيمينارا تعليميا لمدراء المدارس ومسؤولي التعليم في المديرية للدفع بالعملية التعليمية. تناول السيمينار المنتظم يومي 24 و25 من ديسمبر أسلوب التعليم المرتكز على الطالب وزمالة الطالب وأهميتها وفن الحوار وميزانية المدارس وإدارتها وحفظ الممتلكات. وأوضح مسؤول التربية في المديرية الأستاذ برهان يوهنس أن السيمينار هدف تنوير العاملين في مستوى المسؤولية وتوسيع مداركهم ويساعد لإزالة القصور في العمل. ودعا مسؤول مكتب التعليم في مديرية صنعاء الأستاذ عمر الدين محمد في ختام السيمينار دعا مسؤولو التعليم لتطبيق مخرجات السيمينار ونقلها إلى زملائهم. وذكر المشاركون بأن السيمينار يصقل معرفتهم وخبراتهم، مؤكدين بأن مهنة التعليم تحتاج إلى التدريب والتأهيل المستمر. نظم أعضاء فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في شمال ألمانيا اجتماعا سنويا لتقييم أنشطته السنوية. وقدم مسؤول الشؤون الجماهيرية والأهلية سيد كحساي تولد في الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء قدامى وجدد، قدم توضيحا مسهبا حول أنشطة كانت تنتظم خلال السنوات الماضية نتيجة للتراخي عن لوائح العزل المفروضة جراء مرض كورونا، معبرا عن أمنياته الكبيرة لتنفيذ الرسالة المرحلية بتجاوز كافة التحديات. وذكر أن الوحدة وتمتين الصفوف هي أهم الأنشطة التي يمكن التركيز فيها، داعيا لمنح اهتمام أكبر لإبراز صورة إرثها الحقيقية ونشر معلومات واضحة وحقيقة ومساعدة ورعاية أسر الشهداء والجهات المحتاجة، وكذلك المساهمة في التنمية الوطنية والمجتمعية حسب المقدرات والمهن.
وقدم قنصل إريتريا العام في فرانكفورت السيد كبر أبتخستي توضيحا مفصلا حول الأوضاع الوطنية ودول الجوار، وتحدث بإسهاب حول شعار تغمس قيم الجبهة الشعبية فعليا، حيث يلعب دور فعال في أهمية التنظيم وتقوية الجبهة، وكذلك القيم التنظيمية والوطنية التي يجب تنشئتها وتفعيلها جيدا. وأوضح عضو الشؤون الجماهيرية والأهلية السيد فصل مسهلة أن عضو الجبهة يتميز بتضحياته للأهداف والمصالح الوطنية، وقال يجب على الشباب تعزيز مساهماتهم متسلحين بالمعرفة الأكاديمية والمهنية، وليسعوا لمعرفة ثقافتهم وتاريخهم الوطني، وكذلك القيام بواجبهم الوطني متأطرين تحت راية الجبهة. في الختام ناقش الحضور بعمق حول المواضيع المطروحة في الاجتماع، مؤكدين للقيام بكل ما يطلب منهم. وزع مكتب وزارة الزراعة في مديرية شعب الشتولة للدفع بعملية التشجير في منشب. وأوضح عضو المكتب السيد محمد علي الدافي أن الشتولة التي وزعت في السابق حققت نتائج مرضية، ولهذا تم وضع برنامج تشجير جديد. وأكد المواطنون لبذل الجهد لتغيير محيطهم إلى أرض خضراء. من ناحية أخرى نظمت شرطة مديرية الشعب سيمينارا للتوعية بالقانون للطلاب والسكان. وأوضح قائد مركز الشرطة الملازم محمد يوسف انخفاض الجرائم والمخالفات، ويتطلب تضافر الجهود لمكافحتها تماما. وذكر ازدياد المخالفات المرورية من الطلاب مقارنة عن العام السابق، داعيا الطلاب لتوخي الحذر في تحركاتهم وتوجيه أولياء الأمور لأبنائهم. قام مكتب القانون والنظام في الإقليم الأوسط اليوم 30 من ديسمبر بإحراق مواد منتهية الصلاحية تم ضبطها في المتاجر. وأوضح عضو المكتب المراقب جرماي أبرا أن المواد التي أحرقت بتعاون مختلف المؤسسات الحكومية ضمت مختلف أنواع الأغذية والمشروبات ومواد التجميل، وأشار إلى إزالة تاريخ الصلاحية في بعض المواد وتبديلها وتشويهها في بعض الآخر، داعيا المتاجر للكف عن بيع المواد المنتهية الصلاحية لأضرارها الصحية. في غضون ذلك أفاد مكتب القانون والنظام ضبط جركانات كبيرة مملوءة بالوقود مخزنة بطريقة غير قانونية في منزل سكني في علاج حمص. وأفاد بأن تخزين الوقود في منزل سكني إلى جانب عدم قانونيته عمل خطير يتسبب باندلاع الحرائق. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه يريد تعزيز التعاون العسكري مع بكين، وأشاد بمقاومة البلدين في مواجهة الضغوط الغربية. وقال بوتين في سياق ضغوط غير مسبوقة واستفزازات من الغرب نحن ندافع عن مواقفنا المبدئية. وأشار إلى أن التنسيق بين موسكو وبكين على الساحة الدولية يخدم إقامة نظام دولي عادل وقائم على القانون الدولي. كما أكد أن التعاون العسكري والفني الذي يسهم في أمن بلداننا والحفاظ على الاستقرار في المناطق الرئيسية له مكانة خاصة في التعاون الروسي الصيني. ثم أوضح الرئيس الروسي أن القوتين تعتزمان تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لروسيا والصين. وفي مواجهة عقوبات غربية قاسية على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا، سعت موسكو في الأشهر الأخيرة إلى تعزيز علاقاتها مع آسيا خصوصا مع الصين. وأعلن بوتين الجمعة أن نظيره سيأتي في ربيع العام 2013 إلى روسيا في زيارة دولة ستكون الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19. أفادت وسائل إعلام رسمية بأن إيران أجرت مناورات بحرية وجوية وبرية مشتركة في الخليج بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي. وقال الأدميرال
حبيب الله سياري لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إيرنا أن المناورات التي تشارك فيها غواصات ومسيرات تشمل التدريب على عمليات جمع المعلومات عن القوات المهاجمة وكذلك عمليات استطلاع. وبدأت المناورات التي تحمل اسم ذو الفقار 1401 في الجانب الشرقي من المضيق في خليج عمان. وتجري طهران التي تعارض وجود القوات البحرية الأمريكية والغربية في المنطقة مناورات حربية سنوية في مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 30% من إجمالي النفط الخام المنقول بحرا. ونقلت قناة بريس تي في عن سياري القول إنه يتعين على القوات الأجنبية مغادرة المنطقة حتى تتمكن دول المنطقة من إرسال الاستقرار والسلام في محيطها. قال الجيش الأمريكي إن طائرة عسكرية أمريكية تجنبت بصعوبة الاصطدام بمقاطعة صينية كانت تحلق على بعد أمتار قليلة منها فوق بحر الصين الجنوبي. وأجرى طيار مقاتلة تابعة للبحرية الصينية من طراز جي 11 مناورة خطيرة عندما اقترب من طائرة أمريكية من طراز RC 135 حسب ما ذكرت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي الأمريكية في بيان. وحلق الطيار الصيني أمام مقدمة طائرة الاستطلاع الأمريكية وعلى مسافة تقل عن 6 أمتار منها، ما أجبر RC 135 على تنفيذ مناورات مراوغة لمنع الاصطدام بحسب الجيش. وكانت طائرة RC 135 تجري بشكل قانوني عمليات روتينية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي وفقا للقيادة الأمريكية. يأتي تجنب هذا التصادم الوشيك في وقت شرعت الصين في استعراضات للقوة خلال الآونة الأخيرة. الخبر الأخير: غيب الموت الملك بيليه صاحب 1000 هدف و3 كؤوس عالمية جراء إصابته بمرض السرطان بعد نصف قرن من وضعه أساسا لمسيرة خارقة. وأعلنت عائلة اللاعب الذي يعد أسطورة في كرة القدم العالمية وفاة المهاجم العبقري الذي أحدث ثورة في عالم الساحرة المستديرة، وتشكل وفاته صدمته لعشاق كرة القدم حول العالم بعد أيام من انتهاء مونديال قطر 2022 حيث ودعت البرازيل من ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح. خسر بيليه معركته الأخيرة مع سرطان القولون المكتشف في سبتمبر 2021 خلال فحوصات روتينية. ورغم مرور 40 عاما تقريبا على نهاية مسيرته الكروية، تعود على الفور عند ذكره للأذهان قائمة الجوائز والمعجزات التي حققها، ولا شك أن سطوع نجمه المبكر هو أساس أسطورته. ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. المدارس المرتقية إلى المرحلة الثانوية تحل المشاكل الطلابية والأسرية. تنظيم سيمينار تعليمي في مديرية صنعاء. أعضاء الجبهة بفرع شمال ألمانيا يقيمون أنشطتهم. بوتين يقول إنه يريد تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين. إيران تجري مناورات بحرية وجوية وبرية مشتركة في الخليج. طائرة عسكرية أمريكية تتجنب بصعوبة الاصطدام بمقاتلة صينية. ودمتم في أمان الله.